مساء الخير عليكم. تيجي نعلم ولادنا يعني ايه كلمة أسيادنا ومين هم فعلا اللي نقول لهم انتوا أسيادنا. أسيادنا هم الشهداء، كل شهيد ضحى بدمه عشاننا، فبنقول له انتوا أسيادنا. كل عامل نظافة مسك مقشة ووقف في الشارع ينظف عشانك وعشاني، فهم أسيادنا. كل مدرس نزل الصبح من بيته علشان يوصل لك معلومة ويعلمنا ويكون عندنا ثقافة ويعلمنا يعني ايه احترام ويعني ايه مبادئ وعشان نحقق احلامنا، فكل مدرس بنقول له انتوا أسيادنا. كل دكتور نزل ووقف على رجليه بالساعات عشان ينقذ حياة بني آدم، فبقول له انتوا أسيادنا. كل مهندس ساهم في بناء وتعمير وإنشاء، فبقول له انتوا أسيادنا. كل طالب ذاكر وكان عنده طموح وكان عنده مبدأ انه يوصل لهدفه وينجح وتنازل عن كل شيء عن الرفاهية من أجل انه يوصل لحلمه، فبقول لكل طالب انتوا أسيادنا. بقول لكل موظف بيصحى من النوم من الفجر ويجري على مكتبه علشان خاطر يشوف متطلباتنا ويخلص إجراءاتنا ويساعدنا ان احنا نخلص أوراقنا، فبقول له انتوا أسيادنا. كل واحد بيساعدنا هم أسيادنا. الجيش والشرطة هم أسيادنا، هم أسيادنا الفعليين علشان احنا ننام ونحس بأمان ويبقوا ولادنا في أمان. أسيادنا لكل ست بيت بتصحى الصبح مع عيالها بتنزلهم مدارس وترجع تقف على رجلها تطبخ وبتودي ولادها دروس وبتذاكر لهم وتربي عيالها كويس، فبقول لكل ست بيت انتوا أسيادنا. بقول لكل أم انتوا أسيادنا. بقول لكل أب عظيم حافظ على بيته وعلى مراته وعلى أسرته وحماهم وما خلاش بيته عايز حاجة ووقف راجل ووصل لولاده لدرجة الأمان، فبقول لكل أب وكل راجل عظيم انتوا أسيادنا. ده ملخص كلمة أسيادنا. عمر الأسياد ما بالفلوس أو بالفلل، بس عامل بيشتغل ديليفري انتوا أسيادنا. انك انت في عز الحر ولا في عز البرد بتيجي توصل اي طلب عندي وبتراعيني في مكاني، فانتوا أسيادنا. بقول للمؤذن اللي بينزل في عز الحر وعز البرد علشان يأذن ويرفع صوت الأذان، انتوا أسيادنا. بقول لكل شيخ دين وعالم دين انتوا أسيادنا. بقول لكل صاحب مهنة شريفة بيجري على أكل عيشه بكل شرف وأمانة وحب وإن هو عايز يقدم كل خير لينا، بقول له انتوا أسيادنا. عمر السيادة يا سادة ما كانت بالشهرة ولا بالفلوس ولا بالفلل. والله